السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهارده هنحل مع بعض إن شاء الله امتحان محافظة اسكندرية مادة الجبر، محافظة رقم 3. أول مسألة بتقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. جذر التكعيب 125 بتساوي الجذر التربيعي لمين؟ طب احنا عارفين جذر التكعيب 125 هو 5، معروفة يعني اللي هي 5 في 5 25 في 5 ب 125، يعني جذر التكعيب 125 ب5. طب 5 دي اساسا جذر التربيعي لايه؟ يعني جذر التربيعي لايه؟ ل 25، مش جذر التربيعي ل 25 ب5. يبقى الجذر التكعيبي ل 125 بيساوي الجذر التربيعي لمين؟ ل 25. الجذر التربيعي ل 25 ب5، و5 5 5 ب 125. اوكي، يبقى الاجابه عندي هي 25. الجذر التربيعي ايه؟ ل 25. معلش اسف شرط عليها معلش. المهم المسألة رقم 2 بتقول نقط هو الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. ده تعريف ايه؟ يقول لي المنوال ولا المسيط ولا الانحراف المعياري ولا الوسط الحسابي؟ بدل كلمة انحرافات على طول نقول الانحراف المعياري. احنا عارفين اصلا قانون الانحراف المعياري بيقول ايه؟ اللي هو سيجما بتساوي الجذر التربيعي لس ناقص س بار الكل تربيع على ايه؟ على نون. طب ما هي س برضه هي الوسط الحسابي. الله، طب في التعريف اهو ماشي. ودي مربعات انحرافات القيم اللي هو س اهي، س تربيع، وده مربع س الوسط الحسابي. يبقى دي من القانون اهو قدامي اهو بيشرح الايه؟ التعريف دوت. يبقى تعريف مين؟ الانحراف المعياري. طب اجابه مساله رقم 3 معايا بتقول إذا كان الزوج المرتب 2 وصاد أس 3 زائد 1 بيساوي 62، وزوج المرتب 62. احنا خدنا قبل كده إن لما الزوج المرتب بيساوي زوج المرتب يبقى المسقط الأول بيساوي المسقط الأول، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. ما هو الأول هو بيساوي الأول، 2 بتساوي 2، يبقى صاد أس 3 زائد 1 هتساوي مين؟ 65. المسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني، يبقى صاد أس 3 بتساوي، نجيب الواحد الناحية التانية، يبقى 65 ناقص 1، يبقى صاد أس 3 بتساوي 64. هنشوف صاد أس 3 64 على الكالكوليتر، نجيب الجذر التكعيبي ل 64، يعني صاد بتساوي الجذر التكعيبي ل 64 يطلع 4، يبقى 4. ماشي؟ طيب شوف معانا مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 بتقول مجموعة حل المعادلة 4 س تربيع. آسفة، مسألة رقم 4 بتقول إذا كانت أ وب وج في تناسب متسلسل، وكانت أ زائد ب زائد ج بتساوي 5، وب زائد ج زائد د بتساوي 7، فإن أ زائد ب على ب بتساوي، احنا خدنا في من خواص التناسب ان مجموع المقدمات على مجموع التوالي بتساوي احدى النسب. يعني مثلا يعني عندي أ زائد ب زائد ب زائد ج على ب زائد ج زائد د بتساوي احدى النسب. هو اصلا أ تناسب متسلسل، يعني أ على ب بتساوي ب على ج بتساوي ج على د. مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب، يعني المجموع ده على المجموع ده بيساوي احدى النسب، بيساوي اما أ على ب او ب على ج او ج على د. طب الاول هو قال لي أ زائد ب زائد ج بتساوي ايه؟ بتساوي 5 اهي، أ زائد ب زائد ج بتساوي 5، وب زائد ج زائد د بتساوي ايه؟ بتساوي 7. هي معناها المجموع ده على المجموع ده بيساوي احدى النسب، يعني 5 على 7 دي بتساوي اما أ على ب او ب على ج او ج على د. هو عايز مين؟ هو عايز أ على ب، يبقى أ على ب بتساوي 5 على 7. يبقى الإجابة دي رقم 1. طب نشوف مسألة رقم 5 بتقول، ثواني معايا، مجموعة حل المعادلة 4 س تربيع تساوي 9 في ح هي. طب نشوف 4 س تربيع أو 4 س أس 2 بتساوي ايه؟ 9. يعني س تربيع بتساوي، ناخد 4 الناحية التانية مقلوبة، 9 على 4، س تربيع بتساوي 9 على 4، يبقى السين بتساوي
زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل9/4. عشان نلخص من الأس 2 بإيه؟ بالجذر التربيعي. ليه قلنا زائد أو ناقص؟ لأن المحتمل إن الناقص والناقص بيديها موجب، فبرضه هي موجب في دي موجب. فهي مثلا فس بتساوي مثلا هنا عندنا زائد أو ناقص الجذر التربيعي 9 كام؟ 3، والجذر التربيعي لل4 2، فهو زائد حتى زائد 3 زائد 3 9، وناقص 3 في ناقص 3 ب9، فما تجهلش الايه؟ الناقص يكون زي ما يكون معانا. طب فين الحل دوت في الاختيارات؟ مش معمول بالشكل ده، لكن معمول بالشكل ده هو ده برضه 3 على 2 وناقص 3 على 2، يبقى هو ده الحل اللي معانا. يبقى الحل هو بتساوي مجموعة 3 على 2 وناقص 3 على 2. نشوف مسألة رقم 6 بتقول، ثواني معايا. شوف مسألة رقم 6 بتقول إذا كان 3 أس ن ناقص 1 بتساوي 1 على 81، فإن ن بتساوي، هنا هيستعمل خاصية الأساس يساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس. أدي 3 أس ن زائد 1 بتساوي 1 على 81. طب احنا عايزين نخلي دي 81 دي 3 أس حاجة. هنرفع الكالكوليتر 81 دي 3 أس إيه؟ هنقول هو 3 عندي 3 ب9، و3 ب9 ب27، 9 27 ب9 ايه؟ في 3 بكام؟ ب81. يبقى كده في عندي 4 تلاتات، يبقى 3 أس ن زائد 1 بتساوي 1 على 3 أس 4. احنا خدنا قبل كده عشان نرفع الشكل اللي يخلي 3 أس 4 دي فوق، هتبقى ناخدها الأس هيبقى بالناقص، يبقى 3 أس ن زائد 1 بتساوي 3 أس ناقص 4. عشان 3 تطلع لفوق، لا الأس ايه؟ تحول ايه؟ لناقص، او نعكس الشرط عامة، لو ناقص يبقى زائد، او زائد يبقى ناقص. اوكي، يبقى وصلنا لمرحلة اهو ان الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس، يبقى ن زائد 1 بتساوي ايه؟ ناقص 4. يبقى ن بتساوي ايه؟ ناقص 4 ناقص 1 بتساوي ناقص 5. يبقى الإجابة ب. تمام كده؟ طيب نشوف معانا مسألة رقم 2 بتقول إذا كانت س بتساوي 1 و2 و3 وص بتساوي 1 ونص وتلت وخمس، ماشي؟ وكانت عين علاقة من س إلى ص، حيث أ عين تعني أن العدد أ المعكوس الضربي للعدد ب. لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لص، اكتب بيان عين ومثله بمخطط سهمي. هل عين دالة ولماذا؟ نعمل الأول بيان عين. عشان نعمل بيان عين دوت لازم إيه؟ هنجيب هو طبعا إيه؟ بيبقى المسقط الأول من س مع المسقط التاني من ص، طبعا ايه؟ طبقا للعلاقه اللي هو قايلها، اللي هو العلاقه بتقول ايه؟ ان أ المعكوس الضربي للعدد ب، ماشي؟ يعني معناها لو أ هاخد من س أ ب1، الاول بيان عين اهو، لما ناخد من أ الس ب1، المعكوس الضربي بتاعها ايه؟ 1 على 1 موجود، يعني 1 موجوده في عين في ص، يبقى اول زوج عندي يبقى 1 و1. طب المسقط التاني اللي اول من س تاني 1 2، المعكوس الضربي بتاعها ايه؟ المعكوس الضربي بتاعها 1 على 2 ايه؟ موجودة في الصاد، ناخدها معانا، يبقى 2 و1 على 2 او 2 ونص. طيب التلاتة المعكوس الضربي بتاعها ايه؟ 1 على 3 او تلت، موجودة في صاد، ناخدها معانا، يبقى التلاتة وايه؟ وتلت. في حاجة تانية معانا في س؟ خلاص كده كفاية، مفيش حاجة تانية كده، ايه؟ بيان عين خلص. اوكي كده؟ طيب بيقول لي ايه؟ ادي كده عملنا بيان عين، عايز مخطط السهمي. ده بيان عين اهي، مخطط السهمي، ادي س ادي ص، ماشي؟ ادي عناصر س 1 2 3، ونحط عدد العشر ص، 1 نص تلت وايه؟ وخمس، ماشي؟ طيب احنا قلنا 1 1 اهي، و2 ونص و3 وتلت، ده المخطط السهمي. اوكي، طيب قايل لي هنا عايز هل عين داله؟ نشوف يعني ايه عشان عين الداله يبقى ايه؟ يبقى كل عنصر عناصر س يظهر كمسقط اول في بيان عين. طيب ادي اهو الواحد اهي مسقط اول، والاثنين والثلاثه كده استعملناهم كلهم، ولا لهم ايه؟ المرايه بتاعتهم او الصوره بتاعتهم في صاد طبقا للعلاقه، فكده استخدمنا كل اول مسقط من مساقط ايه؟ س. يبقى دوت كده، يبقى كده في يعني ايه؟ يبقى كده عين داله،
نقول له أيوة نعم عين دالة لأن كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول في بيان عين. ممكن نقول كمان أو كل مخطط أو كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم في المخطط السهمي، خرج منه سهم مرة واحدة أو سهم لصاد. اوكي طيب يبقى دوت كده العين دالة. بيقول لي ولماذا قلنا عشان ايه؟ عشان كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط اول في بيان عين. يبقى كده مسألتنا هنا خلصت. طيب نشوف مسألة 2ب بتقول مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث د س بيساوي 4 ناقص س تربيع متخذا س تنتمي للفترة المقفولة ناقص 3 و3، ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة العظمى للدالة والمعدل محور المتماثل. طيب لازم الأول نعمل ايه؟ طيب هنعمل الأول الجدول البياني بتاعنا عشان نجيب صاد من س. ماشي، ادي هنا عندنا س وادي عندنا صاد. طبعا ايه من خلال ايه؟ س جوه الفترة ناقص 3 مقفول، يبقى ناقص 3 معانا، يبقى معانا ناقص 2 سوري ناقص 1 سوري ناقص 1 0 1 وايه و2 و3. ماشي كده. طيب هنعوض عن كل قيمة في س، هنعوض عنها فين؟ في المعادلة اللي مديها لي اللي بيقول لي د س بتساوي 4 ناقص س تربيع. احنا ممكن طبعا نعملها على الحاسبة بس المعادلة سهلة وسهل فيها التعويض، فهنقول ايه؟ د ناقص 3 بتساوي 4 ناقص 3 لكل تربيع، اعوض عن س ناقص 3 يبقى تساوي 4 ناقص 9 يعني بتساوي ناقص 5. يبقى هنا الصاد تساوي ناقص 5، يعني س يكون ناقص 3 الصاد بتساوي ناقص 5. طيب د س بتساوي د ناقص 2 بيساوي 4 ناقص 2 لكل تربيع، يعني بيساوي 4 ناقص 4 يعني 0. طيب د ناقص 1 بيساوي 4 ناقص 1 لكل تربيع، يعني بيساوي 4 ناقص 1 بيساوي 3. اوكي كده. نعوض عن د 0 بيساوي 4 ناقص 0 تربيع، يعني بيساوي 4 ناقص 0 يعني بيساوي 4. طيب نشوف معانا د 1 بيساوي 4 ناقص 1 كل تربيع، يعني بيساوي 4 ناقص 1 يساوي 3، يبقى د 1 ب3. د 2 بيساوي 4 ناقص 2 لكل تربيع بيساوي 4 ناقص 4 بيساوي 0. طيب د 3 بتساوي 4 ناقص 3 لكل تربيع بتساوي 4 ناقص 9 يعني بتساوي ناقص 5. تمام كده. اوكي طيب هنرسم بقى دوت. هو دلوقتي عملنا خلاص الجدول البياني، بيقول لي ارسم مثل بيانين منحنى الدالة. طيب نمثله بياني. اوكي معانا هنا هنمثله بياني. ادي عندي هنا ادي السين ودي ايه الصاد. طبعا دي س ناقص دي صاد ناقص س وناقص صاد، او س داش وصاد داش ناقص س ناقص صاد. ماشي. طيب ادي 1 2 3 4 5 وادي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. تمام كده معايا. طيب ادي اول نقطة ناقص 3 وناقص 5، دي ناقص 3 ناقص 5.
يبقى اهي ناقص 3 وناقص 5 هنا. تاني نقطة ناقص 2 وصفر، ناقص 2 وصفر يبقى هنا. اوكي. 0 و4 ادي 0 و4 تبقى هنا. 1 و3 ادي 1 و3 تبقى هنا معايا كده. 2 وصفر يبقى هنا، و3 ناقص 5 يبقى ناخد من السين 3 ومن الصاد ناقص 5 تبقى هنا. يبقى دي عندي المنحنى اهو ماشي كده ماشي كده. طبعا ده شكل 8 يبقى ايه؟ هيطلع لي قيمة عظمى ماشي. لو شكل 7 يبقى قيمة صغرى. طب هو عايز ايه في المسألة؟ هو عايز بيقول لي استنتج نقطة رأس المنحنى. نقطة رأس المنحنى اهي اهي 0 و4. نقطة رأس المنحنى حتى بص هنا من الرسمة من الجدول البياني ادي هي اللي في النص 0 و4 اهي ماشي. يبقى نقول له نقطة رأس المنحنى بتساوي 0 و4 كده. طيب عايز ايه تاني؟ عايز القيمة العظمى الدالة. حتى وهو قال لي قيمة عظمى انا ايه شغالين صح عشان ايه هي فعلا قيمة عظمى. القيمة العظمى الدالة اللي هي دي القيمة العظمى تساوي 4. اوكي. طب عايز ايه تاني؟ عايز معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل اللي هو ده النقطة دي اللي هو الصفر، يعني السين بالصفر. معادلة محور تماثل يعني س بتساوي صفر ماشي كده. يبقى كده خلصنا نحل المسألة، خلصناها. نشوف المسألة اللي بعد كده. بتقول دي مسألة 3 ألف. تقول لي إذا كانت س بتساوي 3 و4 وص بتساوي 4 و5 وع بتساوي 5 و6 فأوجد أولا س وصاد في صاد وس في صاد تقاطع عين. طب احنا عشان نجيب س في صاد عندنا س اهي وصاد اهي. ادي س بتساوي 3 مجموعة 3 و4 وصاد بتساوي المجموعة 4 و5. هنقول س في صاد يعني أول مسقط من س فأول مسقط من صاد والتاني مسقط أول مسقط س في تاني مسقط في صاد ماشي. هنفرد المجموعة بتاعت س في صاد يبقى عندي 3 و4 و3 و5 وبعدين ناخد 4 و4 4 و4 و4 و5 ماشي. يبقى ده س في صاد كده. طيب هو عايز تاني حاجة س في صاد تقاطع عين. طيب انا عندي السين اهي. السين قلنا السين بتساوي 3 و4 كده. طيب طب والسين تقاطع الصاد تقاطع عين تساوي ايه؟ ادي الصاد وادي العين بيتقاطعوا في ايه؟ بيتقاطعوا في 5 يساوي 5. يبقى س في صاد تقاطع عين يبقى س في صاد تقاطع عين بتساوي مجموعة 3 و5 و4 و5 تمام كده. طيب نشوف المسألة بعد كده. كده المسألة دي خلصت. بيقول لي إذا كانت د س بتساوي س تربيع ناقص س زائد 3 اوجد د ناقص 2 ود جذر 3 ود صفر. يعني هنعوض عن د س بكل رقم من دول ونحط مكان س كل رقم من دول مرة. يبقى الأول د ناقص 2 يعني د ناقص 2 بتساوي ناقص 2 تربيع ناقص 2 زائد 3. هنعوض عن كل س بناقص 2 يبقى هتساوي ناقص 2 تربيع يعني 4 ناقص 2 يعني زائد 2 زائد 3 يعني بتساوي 4 2 و6 و3 9 كده. طيب د جذر 3
هنعوض عن كل س بجذر 3 بتساوي جذر 3 كل تربيع ناقص ايه جذر 3 اوكي كده زائد 3. اوكي يعني هتساوي جذر 3 كل تربيع، جذر 3 كل 3 تربيع يعني 3 ناقص جذر 3 زائد 3. طيب طبعا جذر 3 دي بنجيبها بطريقه كاش معاهم، ف 3 و3 يعني هتساوي 6 ناقص جذر 3. تفضل زي ما هي كده. اوكي كده. طب عايز ايه تاني؟ عايز د صفر، هنعوض عن س بصفر، يعني صفر تربيع ناقص صفر زائد 3. اوكي كده يعني هيساوي طبعا صفر وصفر كله راح مع بعضه في الاخر تساوي 3، يبقى د صفر تساوي 3. اوكي يعني د ناقص 2 بتساوي 9، د جذر 3 عبارة عن 6 ناقص جذر 3، د صفر تساوي 3. تمام كده. يبقى كده خلصنا المسألة دي، مجرد تعويض في الدرسين. طيب المسألة بعد كده بتقول إذا كانت 5 ألف تساوي 3 ب، فأول قيمة 7 ألف على 9 ب على 4 ألف 2 ب. طيب احنا عندنا هنا 5 ألف تساوي 3 ب، يعني ألف على ب، ألف على ب تساوي 5 على 3، تساوي 3 على 5. ألف على ب بتساوي 3 على 5، تساوي 3 على 5. اوكي كده يعني كأني ألف بتساوي 3 وب بتساوي 5. اوكي كده طبعا نسبيا. طب احنا ممكن نعوض انا بقى كنا هنعوض عنها في القيمة دي عشان نطلع ايه القيمة دي كلها بتساوي كام. يبقى بيقول يبقى 7 ألف زائد 9 ب على 4 ألف زائد 2 ب هنساوي، هنعوض عن الألف وعن الب. 7 ألف يعني 7 في 3 زائد 9 في 5، عوضنا عن الألف وعوضنا عن الب، على 4 في 3 زائد 2 في 5. هنفك طبعا بقى الأقواس على طول، يبقى تساوي هتساوي فوق 21 زائد 45 على 12 زائد 10، يعني بتساوي 66 على 22، بتساوي طبعا هنا على بتساوي 6 على ايه على 11 بتساوي 6 على 2 يعني بتساوي 3. اوكي يبقى الحل القيمة كلها 3. شوف المسألة بعد كده بيقول لي إذا كانت س على 2 ألف ب زائد ب بتساوي ص على 2 ب ناقص ج على عين تساوي عين على 2 ج ناقص ألف، فاثبت أن 2 س زائد ص على 4 ألف زائد 4 ب ناقص ج بتساوي 2 س زائد 2 ص على زائد عين على 3 ألف زائد 6 ب. طيب احنا هنستعمل اللي هو عايزه دوت في ان احنا نطبقه زي ما بنعمل في المقدمات، نعمل على التوالي زي ما نقصر هنا هنقصر هنا ان شاء الله. طب هو اللي ايه بيقول لي حته الجزء اللي فوق ده 2 س زائد ص، يبقى هنقول فوق هنا زي ما نعمل فوق هنعمل تحت، فوق 2 س زائد ص. طيب يعني كأنه خد هنا الجزء بتاع س ده ضربه في 2 وجمع عليه الجزء بتاع ص. طب هنا فوق 2 س زائد ص، يبقى تحت زي ما قلنا فوق هنعمل تحت، عشان الس ضربت في 2 يبقى الجزء بتاع س التحتاني هو كمان هضربه في 2 ده ماشي. يعني هنا يبقى 2 في 2 ألف زائد ب، يعني 4 ألف زائد 2 ب كده كده 2 س، اضربنا الجزء في 2 زائد الجزء بتاع ص زائد مين 2 ب ناقص ج. دي الجزء الاولاني، الطرف الاولاني هو عايزه نثبته دلوقتي خلاص. طيب هنا الاتنين ب هنا هتساوي 2 س زائد ص على 4 ألف زائد 4 ب ناقص ج كده. طيب ده الجزء الأولاني. طب الجزء التاني بيقول لي ايه 2 س زائد 2 ص زائد عين. طب نمسك هنا زي ما نعمل فوق هنعمل تحت.
طيب بيقول لي ايه فوق هنا؟ 2 س زائد 2 ص زائد ع. طيب تحت بقى 2 س، يعني هناخد س دي نضربها في 2 اهي، س دي 2 س تحت يبقى ايه؟ يبقى 4 أ زائد 2 ب، يعني زي ما انا فوق 2 س هنعمل تحت. طب ناخد الجزء بتاع ص، 2 ص يبقى تحت هنعمل ايه؟ نضرب ده في 2 يبقى زائد 2 ص، يعني دي 4 ب ناقص 2 ج. طيب والعين زي ما هي مفيهاش حاجه، هناخدها زائد زي ما هي تحت، زائد هاخد التوالي بتاعتها زي ايه من تحت زي ما هي، يبقى زائد 2 ج ناقص 1000. نفلتر بقى الكلام ده كله فوق هنا 2 س زائد 2 ص زائد ع على 2 ج ناقص 2 ج هتروح مع 2 ج، يبقى هنا و4 أ ناقص أ يعني 3 أ، وال2 ب و4 ب زائد 6 ب ايه 2. الله، ده الواحد دي هو الشكل ده، واتنين دي هو الشكل ده، صح كده؟ وهو قال لي ده بيساوي ده بيساوي ده، يبقى في الآخر يبقى من 1 و2. إذا 2 س زائد ص على 4 أ زائد 4 ب ناقص ج بتساوي 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 أ زائد 6 ب. وهو ده اللي كان عايزه فعلا. تمام كده؟ نشوف المسألة بعد كده. بيقول لي إذا كانت الصاد لها علاقة عكسية 1 على س، ماشي؟ 1 على س بقى دي كده عكسية، أو علاقة حاسين اسألني إيه بقى علاقة عكسية، وصاد بتساوي 3 عندما س بتساوي 2. ايه العلاقة بين س وصاد؟ الأول العلاقة بين س وصاد لما يكون العلاقة عكسية يعني معناها إن صاد بتساوي م على س، كده علاقة عكسية. لو طردية يبقى صاد تساوي م في س. طب احنا نعوض بقى عن الصاد وهنعوض س عشان نطلع العلاقة م. طب قال لي لو الصاد بتساوي 3 يبقى 3 بتساوي ايه؟ م على 2، س ب2 اهي، يبقى الميم بتساوي ايه؟ الميم بتساوي 3 في 2 بايه؟ ب6، يبقى الميم ب6. نرجع تاني نكتب رقم جديد، يعني العلاقة هتبقى ايه؟ ص بتساوي 6 على س، ماشي؟ طب هو عايز بقى نجيب قيمة س، قيمة ص عندما س بتساوي 1.5، يبقى ص هتساوي 6 على 1.5. هنعوض عن الايه؟ س ب1.5، يبقى الص بتساوي ايه؟ بتساوي، هجيبها الكالكوليتر طبعا، 6 على 1.5 هيطلع فيها الكام؟ فيها ال4، ص بتساوي 4، يبقى ص بتساوي 4. اوكي، يبقى كده خلص المسألة، جبنا له ص. شوف المسألة بعد كده. بتقول الجدول الآتي يمثل عدد الأطفال في 100 أسرة في إحدى المدن. دي جدول، ده جدول تكراري، يبقى الجدول بتاعنا هيبقى فيه يتقسم ست ايه؟ خانات. ادي عندي س موجودة اللي هي عدد الأطفال، وعندي دي هنسميها كاف اللي هي عدد الأسر، ويبقى عندي فيه س في كاف، وعندي س ناقص س بار. اوكي، واحد اتنين تلاتة أربعة، وس ناقص س بار كل تربيع، وس ناقص س بار في كاف. طب هنا ده عندنا نجيب الس اللي هي عدد الأطفال، 0 1 و2 و3 و4 و5. نحط هنا المجموع. طب الكاف اللي هي 3 و16 و17 و25 وال20 وال19. اوكي، ده يدينا هو ده هنا دي مجموعهم ب100، ماشي؟
احنا محتاجين طبعا مجموع الكاف دوت. تمام كده معايا؟ طيب احنا محتاجين نعمل س في كاف. 0 3 بصفر، اوكي سوري، و1 16 ب16، 2 في 17 ب34، 3 في 25 ب75، 4 في 20 ب80، 5 في 19 ب95. اوكي دول مجموعهم 300. الحاسبة اللي 300. عايزين المجموعين دول مهمين جدا. ماشي. طيب هنا س ناقص س بار. طب احنا نجيب الس بار ازاي؟ س بار اللي هي الوسط الحسابي. الوسط الحسابي بالنسبة للجدول ده هو مجموع س في كاف على مجموع كاف، يعني بيساوي 300 على 100 بيساوي 3. يعني الوسط الحسابي هنا ب3 اللي هو س بار. طب س ناقص س بار يعني 0 ناقص 3 ناقص 3، 1 ناقص 3 ناقص 2، 2 ناقص 3 ناقص 1، 3 ناقص 3 ب0، 4 ناقص 3 بإيه؟ ب1، و5 ناقص 3 ب2. جبنا س ناقص س بار، بقى س ناقص س بار تربيع. ناقص 3 ناقص 3 ب9، هنا ب4، ناقص 1 ناقص 1 ب1، 0 1 1 ب1، 2 في 2 ب4. طب س ناقص س بار كل تربيع في كاف. اوكي س ناقص س بار كل تربيع في كاف، يعني 9 في 3 27، 4 في 16 من على الكالكوليتر تطلع 64، و1 17 ب17، والصفر طبعا في 3 ب0، وواحد في 4 سوري 1 في 20. اسف هنطلع في كيف، سامحوني معلش. احنا قلنا هنا 1 في 17 ب17، وصفر في 25 ب5، وواحد في 20 ب20، و4 في 19 ب76. دول مجموعهم هنجمعهم على الكالكوليتر هيطلع مجموعهم كام؟ 204. كده تمام معايا؟ طيب نسأل على الخمسة ما تروحش كده. اوكي طيب هنا يبقى الانحراف المعياري القانون بتاعه بالنسبة للجدول ده بيساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س بار كل تربيع في كاف على مجموع كاف، يعني هيساوي 204 على كام؟ على طبعا جذر تربيعي سوري على 100 هيساوي ثواني معايا. طبعا هنعملها على الكالكوليتر. هنحط طبعا الجذر التربيعي 204 وتحت الجذر التربيعي 100 هيساوي 1 و تقريبا 43%. طبعا نقرب رقم 20 رقم 1 ممكن نقول 1.4 أو 1.4. اوكي ده كده اهو الحنافة المعياري. وكده الحمد لله ان شاء الله خلصنا المحافظة. اتمنى تكونوا فهمتوا الاجابات والتوفيق ان شاء الله. وهشرح لكم محافظات ليا ان شاء الله. اعملوا اشتراك في القناة. والسلام عليكم ابنائي وبنات طلبة الصف الثالث الاعدادي.